بنلعب بثلاثة مدافعين وبيخش فينا جوان عالمية. بنلعب بثلاثة مدافعين وبرضه بقينا ملطشة. يعني بيسيرو، مستر بيسيرو بيلعب بثلاثة في الدفاع ورا زائد الباكين، وبرضه نادي الزمالك ملطشة. والنبي بقى يا جماعة ما حدش يقول لي من الناس اللي هي بتاعت اصل دي بطولة ودية، بطولة احنا بنجرب فيها اللعيبة. ما هو احنا بنجرب فيها اللعيبة، احنا مش هنلعب في كأس عالم الأندية، احنا مش هنلعب في دوري أبطال أفريقيا. احنا ما عندناش إلا الدوري، والدوري متراجعين فيه. ما بننافسش على بالدوري بشكل كبير. ما عندناش دوري أبطال، ما عندناش إلا الكونفدرالية دور ربع نهائي. ودور ربع النهائي هنلعب فيه بالكونفدراليه، هنلعب بالشكل ده. برضه هي الناس اللي هتقول لك يا عم دي بطوله واحنا بنستعد للدوري. ماشي، انا بستعد، او بستعد للكونفدراليه، بستعد لاي حاجه. ما بقاش ملطشه كاس الرابطه، ما بقاش ملطشه كده، ما بقاش ملطشه بالشكل ده. ما يخش انا الزمالك ما يخشش فيها جوان كده، ما يخشش فينا جوان عالميه بالشكل ده كده. حرقتوا دمنا، والله يحرق دمكم، والله يحرق دمكم يا لعيبه الزمالك، حرقتوا دم جمهور نادي الزمالك. يعني ماتش زي بتاع النهارده ده، انا مش عارف، انا مش فاهم، انا يعني اللعيبه دي ايه الدافع اللي عندها؟ ايه انا مش عارف. طب هتنفذ الدافع اللي عندها امتى؟ برضو مش عارف. اداره واقفه بتتفرج، اداره واقفه يعني شايله ايديها من كل حاجه، ولا عارفين يجددوا اللعيبه، ولا عارفين يلعبوا لعيبه، ولا عارفين يجيبوا حتى لعيبه. وسايبين شوية لعيبة ملهمش. يعني أنا مش عايز، بص، النهاردة يعني شكل الزمالك النهاردة يا جماعة مش نادي الزمالك، مش نادي الزمالك اللي يحصل معاه كده، مش نادي الزمالك اللي يخش فيه جوان بالشكل ده كده. مش نادي النهاردة فيه شوية موظفين، في لعيبة موظفين، شوية لعيبة ما ينفعش يبقوا موجودين في نادي الزمالك. بصرف النظر بقى عن اللقاء، فيه ضربة جزاء ضاعت من ناصر ماهر. انا بالنسبه لي انا ناصر ماهر كان رجل المباراه النهارده، ناصر ماهر كان هو الزمالك النهارده. حتى وبعد ما ضيع ضربة الجزاء ناصر ماهر اللي جايب الجون، وناصر ماهر كان بيتحرك النهارده في الشوط الثاني بالاخص. تحركات ناصر ماهر هي الزمالك، زائد التغييرات اللي عملها الراجل في الشوط الثاني بنزول عمر جابر، يعني حركت الدنيا شويه. انما الراجل واقف على الخط بيتفرج. كورة عشوائية، مفيش وينجات للزمالك، مفيش اي حاجة، والراجل واقف بيتفرج. طيب خلينا نبص النهارده على الماتش. في الدقيقة 7 ضربة جزاء لناصر ماهر. انا قلت لك ناصر ماهر رغم ان هو ضيع ضربة الجزاء، بس ناصر ماهر كان خطورة الزمالك كلها النهارده، كان هو الزمالك كله النهارده. بعد كده في الدقيقة 17 باص غلط من محمد حمدي. واللي انا يعني انا مش فاهم محمد حمدي ده يا جماعة، انا مش عارف يعني إدارة الزمالك مصممة عليه ليه؟ إدارة الزمالك صابرة عليه ليه؟ محقق أيمن الشريف محمد حمدي يضحك يا عم. محمد حمدي اللي الثانية بتاعته بفلوس، محمد حمدي بيه. لما تيجي تتكلم على محمد حمدي بعد كده تقول محمد حمدي بيه، اللي جاي من انبي من ايمن بيه الشريعي، اللي الثانية بتاعته بفلوس، الدقيقة بتاعته بفلوس. طب يا كابتن حسين ما اتعلمتش من زياد كمال؟ يا عم احنا شربنا محمد حمدي وخلاص بقى، احنا جبناه وخلاص، نهاية الموسم هنرجعه وخلاص. يعني ما فيش، يعني محمد حمدي ما فيش يا جماعة، ما عندوش كورة خالص، ما فيش كورة خالص بيأديها. طب يا كابتن حسين انت عاجبك الفريق كده؟ كابتن حسين بيقعد بيطلع العلبه الطايم في المدرجات، يولع السجاير ومش في دماغه حاجه. طيب في الدقيقه 19 برضو عشوائيه، نادي بتروجيت بيضغط نادي الزمالك. الكور بتتعمل من نص الملعب ترجع لمحمد صبحي، محمد صبحي شتت، محمد صبحي يعني محمد صبحي اللي شايل الزمالك. محمد صبحي هو اللي شايل الزمالك في ماتش بتروجيت وماتش الجونه وماتش مودرن سبورت، عمل ماتش عالمي. محمد صبحي انا مش عارف من غير محمد صبحي كنا عملنا ايه. يعني لو محمد عواد اللي كان واقف كنا شلنا الطين في كل المطوشه. الدقيقة 20 ضربة جزاء، والحكم لغاه. حكم الفار نادى على حكم الساحة وقال له ضربة الجزاء دي مش ضربة جزاء. الكورة جاية في ايد مصطفى الزناري، مصطفى الزناري ايده ثابتة، عشان بس ما حدش يطلع يقعد يزيد وما حدش يقعد يطلع يقيس ويقول لك الحكام بتجامل الزمالك والحكام بتنيل الزمالك، ولا في حكام بتجامل الزمالك ولا حاجة. الكورة مش ضربة جزاء عشان ما تطلعوش تقيسوا بس وتزيدوا وهي مش ناقصة قرف. عندنا في الدقيقة 22 محمد حمدي شاط كورة يا جماعة في الدقيقة 22 راحت التحرير راحت التحرير. محمد حمدي بيباصي كورة من نص الملعب، بيرفعها لأحمد محمود،
شاطها راحت التحرير. ايه يا محمد يا حمدي، انا الثانيه بتاعتي بفلوس، انا ابن ايمن بالشريعي. طب يا كابتن حسين، ما هنغير ان شاء الله، ولا انتوا عارفين تغيروا، ولا عارفين تجيبوا لعيبه، ولا عارفين تجددوا اللعيبه، ولا عارفين تعملوا حاجه. انتوا موجودين بس عشان تحرقوا دم الزمالك، جمهور الزمالك موجودين عشان تعكننوا على جمهور الزمالك بس. صفقات، اصل النادي عليه ديون، مش هو انت مش عارف ان النادي عليه ديون؟ صفقات مفيش، لعيبه مفيش، محمد حمدي، زياد كمال، مصطفى شلبي اللي لسه هنجيله. يا راجل، مصطفى بيه شلبي، مصطفى شلبي صبح. انا نفسي افهم حاجه بس، هو مصطفى شلبي بيعمل حاجه احنا مش شايفينها؟ هو في دوري تاني احنا بنتفرج عليه؟ طب في مثلا كاس رابطه تاني شغال احنا بنتفرج عليه؟ بيعمل ايه مصطفى شلبي ده موجود في النادي يا جماعه، اللي هو ايه يعني؟ اكني بيفكرني بايه، انا والدي صاحب الكابتن حسين لبيب، وموجود في النادي والنادي بتاعي. مصطفى بيه شلبي، انا عندي ليك شغلانه حلوه قوي يا مصطفى غير الكوره، لان انت نسيت الكوره، انت ما عندكش كوره، انت شطبت كوره، انت حرقت جمهور نادي الزمالك، الله يحرق دمك يا شيخ. الدقيقه 28، فاول لصبحي، الثلاث مدافعين داخلين عليه والهدف اللي اتلغى. صبحي يمكن شايل اللقاء، عدى نص ساعه من الماتش. فين ونجات الزمالك؟ مفيش ونجات زمالك. شيكابالا فين؟ مش موجود شيكابالا. الوينج التاني فين؟ مش موجود. عشوائية في الأداء، تمريرات خاطئة بالجملة، مفيش لعب في تطفيش الكورة. بقول لك الكورة، اللعيبة يعني لعيبة بتروجيت بتضغط على لعيبة نادي الزمالك. انت جيت في منتصف، في نص الشوط الأولاني، لعيبة بتروجيت ضغطت على ما خلاص، لا يا فريق سايب، لا يا فريق مهلهل، لا يا فريق مفكك فنيا. مفيش جمل، مفيش لعب، مفيش اي حاجه. ما ليهم حق ان هم يضغطوا، ليهم حق. ولا شيكابالا ظاهر، شيكابالا ما ظهرش الا في كوره حسام اشرف، السرور اللي عملها حسام اشرف حطها في برج القاهره. حسام اشرف علامه استفهام كبيره يا جماعه. حسام اشرف من المهاجمين الواعدين، من المهاجمين الصاعدين، بس حسام اشرف كده واضح ان في حاجه في دماغه. حسام اشرف كده مش مركز في الملعب. حسام اشرف يعني انت كنت بتتمنى تاخد الفرصه من بعد ما جروس مشي، جروس اللي كان بيديك وكنت بتلعب، جه بيسيرو، خدت الفرصه امسك فيها. النهارده حسام اشرف بيشوط، النهارده ناصر ماهر بيعمل له كوره جوه ال 18. يعني انا ما اعرفش حسام اشرف ضيع الكوره دي ازاي. كوره تانية شيكابالا بيعملها له، شاطها طلعت في برج القاهره فوق. مش مركز في الملعب، في حاجه في دماغك، انت مش مركز، اطلع اعاره. الكابتن حسين طيب يطلعك اعاره على طول ويريحنا بدل وجع القلب ده، بدل حرقه الدم اللي الجمهور فيها. لعيبه حرقتوا دمنا، الله يحرق دمكم. عندنا في الدقيقه 33 هجمه لايشو. ايشو جوه منطقه الجزاء، عمل عرضيه كلها تعب، عمل عرضيه ما فيهاش ريحه الكوره، عمل عرضيه يمكن من اوسخ ماتشات احمد عبد الرحيم ايشو. الماتش ده من اوسخ ماتشات. حسام اشرف اتكلمنا عليه، الكره اللي شاطها حطها في برج القاهره. ويا حسام لازم تركز، يا حسام اشرف انت بتلعب في الزمالك، لازم تركز. انتوا لعيبه، ولو حد يجي يتكلم يقول لك اصل المستحقات ومش المستحقات، ما انت هتاخد مستحقاتك اخر الموسم. لو في مشكله ماديه الاداره بتوفر، طب ما انت هتاخد مستحقاتك. مين بقى هيتحاسب؟ اداره الزمالك هتتحاسب، كابتن حسين لبيب هو اللي هيتحاسب. ليه؟ لان حرق الدم الجمهور مش بالسهل. في الاخر خالص اللعيبه اللي عامله وش دي في الاخر هتاخد مستحقات، يعني هتاخد مستحقات. طيب هل بقى الاخفاقات اللي انتوا بتعملوها دي، يعني الاخفاق بتاع ماتش الجونه اللي فات، والاخفاق خساره من بتروجيت النهارده، اللي كل الشكر والتقدير للكابتن سيد عيد المدير الفني لنادي بتروجيت، عمل ماتش عمره النهارده. شايف فرقه مفككه، فرقه سايبه، زي ما انت عايز تقول عليها قول، عمل ماتش عمره الكابتن سيد عيد النهارده. الدقيقه 35، باص حلو من ناصر ماهر لحسام اشرف، عمل قلنا عليها، وداها في السماء. النهارده بقى احسن لقطه جت في الشوط الاولاني في الدقيقه 39، صوره الجمهور. النهارده الجمهور هو صاحب النادي، جمهور الزمالك هو الزمالك، الجمهور النهارده هو بص هو كل حاجه. فجمهور بقى يا لعيبه اللي ما عندكوش دم، يا لعيبه اللي ما عندكوش دم، اللي حرقتوا دمنا. الجمهور اللي بيجي من المحافظات وبيجي من كل حته، انت ما تعرفش هو مع حق التذكره استلفها ولا جابها منين، عشان جاي مبسوط. ناس الزمالك النهارده خسران والجمهور قاعد مبسوط وبيضحك وبيآزر وبيشجع ناس الزمالك. لعيبه ما عندكوش دم، حرفيا ما عندكوش دم، ما بتحسوش بالجمهور اللي بيدعمكم، ما بتحسوش بالجمهور اللي شايلكم، ما بتحسوش بالجمهور اللي مخليكم احسن لعيبه في العالم. بداية الشوط الثاني نزل مصطفى شلبي مصطفى بيه شلبي،
اسمه مصطفى صبح. مصطفى بيلعب كوره غير اللي احنا نعرفها. مصطفى شلبي انت شطبت كوره. يعني انا مش عارف الكابتن حسين لبيب، هو انت ما بتشوفش مصطفى شلبي كل سنه مستواه وحش؟ مصطفى شلبي رد ايه؟ انا اهلاوي، ده انا مصطفى يا ولد. ايه انتوا ناسيين لما المستشار جابني؟ ده انا كنت رايح النادي الاهلي. ايه انا فضلت نادي الزمالك، التيشيرت الابيض انا فضلته. يا عم يعني يا اخي روح، يا اخي روح. انت ايه انت عندك كوره ايه؟ انت عارفين يا جماعه الكوره النهارده اللي اتعملت لمصطفى شلبي، الانفراد اللي ضيعه؟ مصطفى شلبي ضيع انفراد النهارده. لو بدر ابن اللي في الابتدائي كان حط الكرة دي تشب من فوق عمر صلاح حارس بتروجيت، لو بدر اللي في ابتدائي كان حطها من فوق عمر صلاح. مصطفى شلبي انت يعني انا مش فاهم، انت ما عندكش كورة. طب بتشتغل بقى، تشتغل بتاع كارتة، تشوف لك تشتغل في مجزر، سيبك من الكلام ده. انت مش بتاع كورة، انت مش لقطتك كورة، ما يخصكش كورة. انا مش عارف برضو، علامة استفهام من الادارة. كل سنة مصطفى شلبي وحش، سايبينه ليه؟ انا مش عارف. مصطفى شلبي ده عقده في ال4 سنين، المجلس السابق اللي عملوا له داخل له في 60 مليون جنيه في ال4 سنين. بيعمل ايه مصطفى شلبي؟ انا مش عارف. طب في حاجة تانية، في كرة تانية بيعملها احنا مش شايفينها؟ حرق الدم، حرق الدم، الله يحرق دمكم. بعد كده في الدقيقة 57 هدف لبتروجيت، تيجي عند الهدف تقف. لاعب بتروجيت اكنه شال الكوره وحطها بايده في الجون. لاعب بتروجيت فين محمد حمدي الباك الشمال؟ مفيش. طب فين مصطفى بيه شلبي صبح؟ مفيش مصطفى شلبي. يا عم ده ده مصطفى شلبي ده. يا عم واحنا جايبين كريستيانو واحنا ما نعرفش؟ جايبين كريستيانو؟ يا عم ارحمنا بقى، ارحمونا بقى، الله يحرق دمكم ارحمونا. ولا بتدافع ولا بتهاجم ولا عارف تجيب جون. الله يسامحه اللي جابك الزمالك، والله لا يسامحه اللي سايبك قاعد في الزمالك. الدقيقة 64 برضه كولة اتعملت لحسام أشرف من عمر جابر، حاجة نيلة. الدقيقة 65 عمر جابر قدام الجون اتعملت له كرة من حسام أشرف بيضيعها بغرابة شديدة. فكر تفكيرين، شوت يا عمر بوش رجلك ببطن رجلك، اعمل الكرة بالعرض هتيجي جون. حرق الدم في حرق الدم. بعد كده نزل محمود جهاد مكان سيف فاروق جعفر. يمكن برضه لما نزل محمود جهاد إلى حد ما بس هي فرقة مكسحة، هو مفيش أصلا لعيب. دقيقة 67 فرصة لعمر جابر ضيعها. الدقيقة 69 هدف لناصر ماهر، هدف عالمي. ناصر ماهر هكررها لك تاني، رغم ان هو مضيع ضربة الجزاء، بس ناصر ماهر كان احسن واحد في الزمالك النهارده. ناصر ماهر واحمد احمد اللي هو الباك اليميني اللي كان بيلعب النهارده ده. ناصر ماهر وتقريبا اسمه احمد هاني ولا مش عارف اسمه احمد محمود، معذره يا جماعه استحملوني عشان انا متضايق، يمكن لو اتلخبطت في الاسم استحملوني. احمد محمود لاعب خامه كويسه، خامه عاليه، بس عايز ماتشات. احمد محمود عايز ماتشات. النهارده الكره بتتعمل من احمد محمود للزناري، الزناري بيخش بيعمل كره بالعرض. يمكن دي اللي تخليك يعني تتقبل للزناري النهارده شويه، دي تخليني اعصر على نفسي ليمونه واستحمل مصطفى الزناري النهارده. استحمله ليه؟ عشان الكره دي بس، عشان الكرة دي بس اللي عملها. نزل عليها ناصر ماهر بدماغه، خد بالك مش اي حد ينزل يلعب الكرة بدماغه كده. دي عايزه واحد لاعب كوره، عايزه صنايع كوره، عايزه واحد معجون كوره. وناصر ماهر النهارده كان بيتحرك في خطوره للزمالك. ناصر ماهر ما بيتحركش مفيش خطوره لنادي الزمالك، انسى. كل اللعيبه موظفين في موظفين ومحدش دريان بحاجه، والجمهور اللي بيتحرق دمه، والجمهور في الاخر اللي بيتحرق ده. عشان كده بقول لك حتى وان ناصر ماهر بلومه في ضربه الجزاء ان عمر صلاح اترمى على الكوره قبل ما ناصر يشوط، المفروض كان يلعبها في الزاويه الثانيه، بس هو اللاعب اللي كان في الزمالك ما كانش فيه غيره النهارده، هو واحمد محمود بقى. بعد كده ولا شيكابالا ولا اي حد، ولا مصطفى شلبي صبح ولا اي حد كان موجود. الدقيقه 86 نزل سيدي نضاي. كرة اتعملت له النهارده اتعامل معاها بالهيد، كرة ولا احسن ولا اروع، مهاجم خامة كويسة ويجي منه ياخد فرصة. الدقيقة 89 الهدف الثاني لبتروجيت، فضيحة كالعادة. اللاعب بيشوط الكرة، محمود جهاد مش ضاغط على اللاعب ولا حد، ولا اصلا لعيبه نادي الزمالك كانت رجعت ضغطت على اللاعب، وصلاح الدين مصدق واقف، واحمد حسام واقف، ومحمود جهاد واقف، ومحدش شاف حاجه، واللي حصلني كسرني. لعيبه عاله، لعيبه موظفه.
بعد الدقيقة 89 الحكم ادى 6 دقايق وقت بدل ضيع ولا 5 دقايق وقت بدل ضيع على ما اعتقد. طيب في كورة للزمالك؟ مفيش كورة لناصر ماهر في العارضة. خلاص هتعمل ايه؟ عملت اللي عليك. بعد كده فين الزمالك؟ مفيش زمالك. فين شكل الزمالك؟ مفيش شكل الزمالك. لعيبة على إدارة. يعني انا بص يا كابتن حسين، هو احنا لما بيكون في حاجه انتوا بتعملوها ايجابيه احنا بنطلع نشيد بيكم. انتوا بتضيعوا في نادي الزمالك. مش ده نادي الزمالك، مش عشان بطوله. انا بقول ان هي بطوله وديه، ابقى ملطشه للفرق. ابقى ملطشه للفرق في كاس الرابطه. انا ابقى ملطشه الزمالك. انا عندي انتوا ما كنتوش تلعبوا احسن. ما يخش، مش ناس الزمالك اللي يخش فيه الاجوان دي، مش ناس الزمالك. لعيبه حرقتوا دمنا، الله يحرق دمكم. ولا بتحسوا بجمهور ولا بتحسوا باي حد. اشكر حضراتكم واشوفكم في حلقه جديده من برنامج استوديو ميتاو.